مساء الفل على احلى جمهور في الدنيا، جماهير نادي الزمالك العظيم. طبعا كلنا وكل جماهير نادي الزمالك امبارح كانت قاعده مستنيه نتائج الاجتماع اللي حصل في مجلس الاداره، وكنا كلنا على امل ان احنا نعرف بقى مين هو الجهاز الفني ونعرف حاجات تدينا بسمه امل لقدام. والحقيقه ان احنا اتفاجئنا امبارح بالاستاذ سليمان وهدان في مداخله مع سيف زاهر، قال ان الاداره او نادي الزمالك بيفكر في حد من ابنائه وجهاز فني مصري زي ما اتكلمنا، وما قالش مين بالظبط، بس هو اتكلم ان هو هيكون حد من ابنائه، وقال كمان ان المفروض ان احنا عارفينه هو مين بس مش هينفع يقول على اسمه. بعدها بشويه لقينا الاستاذ خالد لطيف طالع بيتكلم ان لا احنا بنفكر ان الاداره كلها او نادي الزمالك برضو في مدرب اجنبي هو اللي يقدر يقود الفتره اللي جايه، وان الزمالك محتاج مدرب اجنبي مش هينفعه في الوقت الحالي مدرب مصري. طب ده بيقول حاجه وده بيقول حاجه. طب هو الموضوع ايه؟ طبعا ما احمد ما تدوخناش. وايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي انت سمعته ده بالظبط، ان الاداره فيها جزء بيقول يجي مدرب مصري واحد من ابناء نادي الزمالك، وهو بنسبه كبيره جدا خالد جلال زي ما قلت لكم قبل كده. خالد جلال المره اللي مشوا فيها فريرا الاولانيه وبعد كده رجع، اتفقوا مع خالد جلال، وكان من ضمن الناس اللي اتفقت كان المستشار مرتضى منصور. وبالمناسبه المستشار مرتضى منصور مؤيد ان اللي يجي مدرب مصري واحد من ابناء نادي الزمالك. طب ايه حكايه المدرب الاجنبي؟ الناحيه الثانيه بقى امير مرتضى منصور زي ما قلت لكم برضو ان هو بيميل للمدرب الاجنبي، ما بيحبش المدرب المصري. مش بقى شك في قدرات حد، بس هو بيشوف ان المدرب الاجنبي اقوى واللعيبه المصريه بتستجيب اكتر مع الاجانب. وجهه نظره، ودي برضو جزء منها كبير جدا حقيقه وشفناها بعينينا. طيب وخالد لطيف بيميل برضو للمدرب الاجنبي. فدلوقتي جزء من الاداره عايز مدرب مصري وجزء من الاداره عايز مدرب اجنبي. المستشار مرتضى منصور عايز مدرب مصري، امير مرتضى منصور عايز مدرب اجنبي. طب هيستقروا امتى او هيعملوا ايه؟ هم دلوقتي مستنيين المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور لما يخرج هو اللي هيقرر. وانا بقول لكم ان بنسبه كبيره هو خالد جلال، لان انا بقول لك كان متفق مع خالد جلال في المره الاولانيه بتاعه فيريرا، بس لما دخلوا في حوار الشرط الجزائي والحاجات اللي احنا سمعناها دي كلها رجعوا تاني وقالوا ان هو يكمل الفتره اللي باقيه له وبعد كده نبقى نجيب خالد جلال. طيب فيريرا نفسه عملوا معاه ايه؟ ده القرار الوحيد اللي اجمعوا عليه، رحيل فيريرا نهائيا. دي الحاجه الوحيده اللي الكل اجمع عليها. طب ما مشيش لحد دلوقتي ليه؟ عشان فيريرا متمسك بكل فلوسه، كل فلوسه، وفلوسه دي تخش لها في حدود مثلا مليون او مليون وشويه دولار، يعني تقريبا حدود 30-35 مليون جنيه مصري. فرقم كبير قوي على الزمالك خاصه دلوقتي. فالزمالك مش حمل ده. طب هم بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا ان هم يرضوه بجزء مالي، وهنعمل لك بقى ايه يعني زي تكريم كده وحفله تكريم وجواب تكريم ونعمل لك كل اللي انت عايزه بس ابعد عن الفلوس. بس فريرا لسه بيعاند ولسه مش عاجبه اللي بيتقال، عشان برضه نبقى واضحين في كل حاجه. نيجي بقى للمشكله اللي بعد كده، وهي مشكله العقود المسربه، وهي فتحت لنا باب لمشكله جديده غير بقى ان العقود بتتسرب. طيب هي ايه المشكله؟ المشكله ان انت النهارده بتتفاوض مع لعيبه اوريدي موجوده جوه النادي او لعيبه مش موجوده جوه النادي وانت هتجيبها في اخر السنه. طيب ايه المشكله في ده؟ المشكله ان العقود بقت على الملأ. فانت فرضا مثلا لما تيجي تفاوض مثلا واحد زي سيف جعفر او يوسف اسامه نبيه وتيجي تكلمه وتقول له مثلا هدي لك مثلا 3، اكيد مش هيقتنع، اكيد مش هيرضى. ليه؟ لان هو شايف قدامه عقود ب8 و9 مليون، فاكيد مش هيقتنع، فهيقول لك لا زودني تاني. وبالمناسبه هو على فكره لما يكون بياخد مثلا مليون وانت تخليهم له 3 دي حاجه حلوه قوي، يعني نسبه وتناسب دي حاجه كويسه جدا. بس المشكله ان هو عارف ان الباقي ما بياخدش كده، وناس في سنه، يعني مصطفى الزناري ده تقريبا اكبر منه بشهور. فدي مشكله جديده اتفتحت لنا بسبب تسريب العقود. وكمان اللعيبه اللي انت هتروح تجيبها في نهايه الموسم
برضو هيجي يتشرط عليك، لان النهارده العقود بتاعتك على الملأ بكل بنودها، بكل ثغراتها، بكل حاجه فيها واضحه للناس كلها. فطبيعي هيجي يتشرط عليك ويقول لك لا انا مش هاخد الرقم ده فلان الفلاني بياخد كذا. طبيعي. وممكن تبقى انت بتحاول تجيب نجم هيجي يطلب فيك رقم كبير قوي. ده مشكله جديده. طيب ده كمان ياخدنا بقى للموضوع الاهم من كده. لعيب جوه نادي الزمالك المفروض ان عقده يخلص في شهر يناير ان شاء الله، والمفروض ان الزمالك او امير مرتضى منصور قعد معاه واتكلم معاه وقال له ان احنا عايزين نعلي لك عقدك وعايزين نجدد، وعرض عليه 5 مليون جنيه وهو بياخد تقريبا حدود 2 مليون جنيه. هو ده مين؟ محمد صبحي، حارس المرمى بتاع الزمالك اللي بقاله كام ماتش هو دلوقتي يعتبر حارس الزمالك الاول. طيب لما امير عرض عليه 5 مليون محمد صبحي قال له ايه؟ قال له لا، رفض ال5 مليون. طيب هو منطقي يقول له 5 مليون؟ بالنسبه للارقام منطقي جدا. واحد بياخد 2 مليون اقول له 5 مليون، يعني انا مزودك 150% نسبه وتناسب من اللي انت بتاخده. فده منطقي، يعني ارقام منطقيه. انما اللي مش منطقي ايه؟ ان مثلا يعني واحد زي عواد اللي هو بدا يلعب على عواد بياخد له تقريبا حدود 14 15. فطبيعي ان لا، ما انا هبقى الحارس الاول، يعني انا هبقى حارس الزمالك الاول فاخد انا 5، واللي قاعد لي بديل ياخد 15. مش منطق. فطبيعي ان مش هيقبل وهيطلب على الاقل 10، يعني على الاقل 10. بس بقى المهم في الموضوع ان النادي الاهلي داخل في موضوع محمد صبحي، ومحمد صبحي شايفينه ان هو ده امتداد محمد الشناوي، وشايفين ان هو ده حارس الاهلي القادم. فالنادي الاهلي بيقول ان هم كانوا مضيينه ايام ما كان في فاركو، بس طبعا هو كان على ذمه نادي الزمالك، فما قدروش طبعا ان هم يخلصوا 100% واستنوا ويشوفوا الوضع هيمشي ازاي. كان المفروض ان فاركو بيخلص فيه مع الزمالك وبعد كده الزمالك رجعه تاني النادي، وهو لما كان في فاركو كان بياخد تقريبا حدود 6 مليون. فانت دلوقتي بتكلمه في 5 مليون، فاكيد مش منطق. ومش منطق باللي حاصل، بالعقود اللي ظاهره للناس. يمكن نسبه وتناسب زي ما بقول لكم ينفع، انما الفكره ان هو شايف كل حاجه قدامه. وده برضو باب تاني هيتفتح، ان النادي الاهلي هيبدا يسترسب لك كل شويه في واحد. كل لعيب هيبدا عقده يقرب ينتهي هيخش لك النادي الاهلي لانه حقه، وهو بيدور على لعيبه كويسه. فلو عندك لعيبه كويسه يخش ويقرفك، حتى لو مش هياخده هيقرفك فيه ويلعب في دماغه. ودي حاجه انت المفروض تقفلها. اتمنى ان ده يحصل، واتمنى موضوع محمد صبحي والاهلي والكلام ده ما يبقاش حقيقي، واتمنى ان الكلام كله يتلم ونحاول نقفل شويه بقى على الفرقه ونشوف ايه اللي ممكن يتم. السلام عليكم.